السلام عليكم، اهلا بيكم وزير. النهارده حلقه جديده عن اونر تشويس اكس 5 لايت. الحقيقه بقى لنا كتير قوي ما جربناش سماعات من اونر شركه من الشركات المحترمه جدا اللي بتندرج تحت شركه هواوي. الاكس 5 لايت دي بقى سعرها حلو وفي ناس كتير بتتكلم عليها. تعالوا مع بعض اقول لكم تجربتي معاها لمده شهرين. هل هي فعلا سماعه حلوه وتستحق قيمه مقابل سعر، ولا هي سماعه عليه كلام؟ اول ما بناخد العلبه مكتوب فيها ان فيها بالانسد انهانتنج ساوند كواليتي. بيقول ان هي 35 ساعه تشتغل معاك بالعلبه بتاعتها، فيها مايكين، فيهم عزل الضوضاء اي بس. وريت كل الحاجات المكتوبه عن العلبه. طيب لما بنفتح العلبه اول حاجه بنقابلها، انا كنتش عايز اقولها في اول الحلقه بس احنا ما بنلاقيش يا جماعه شاحن تايب سي. يعني انت بتاخدها تشحنها في اي شاحن عندك. اتفضل، دي السماعات وسدادات الاذن اللي جوه وخلاص. السماعه دي من نوع الان اير، يعني بتخش جوه الودن، فعشان كده بيجي معاها وسدادات الاذن سمول وميديا بولارج. اللي بتيجي فيها بتكون موجوده الميديا. وانصحك جدا وانت بتستخدم السماعه دي انك تلاقي الاير تاب او سداده الاذن المناسبه لودنك عشان تقدر تاخد منها احسن تجربه في الاستماع. في منها اللون الابيض. اللون الابيض ده اللون اللي انا اخترته، ده اللون اللي هو الكاجوال بتاع هواوي. بنلاقي فيها من قدام لمبه ليد توضح لك هي فيها شحن قد ايه، بتحمر لو هي قربت تخلص، وازرق معناها ان هي مستعده للاتصال، واخضر ان هي مشحونه. وفيها من تحت المدخل بتاع التايب سي عشان تشحن ده بيه. والريسيت بتاعها ده يعني من الحاجات اللي ضايقتني شخصيا. الريسيت بتاعها لا، انت لازم تفتح العلبه، واخراج السماعات منها مش سهل، فانت بعد كده لما بتلبسها في ودنك دوس على الاثنين مع بعض عشان تعمل ريسيت. اقول لكم على تجربتي اول اما فتحت علبه السماعات دي. اول ما فتحت علبه السماعات فضلت شغاله، يمكن محتاجه شحن، حطيتها في الشاحن كتير بمعنى كتير، وفي الاخر ابتدت ان هي تشتغل كتير، خدت وقت كبير قوي. بقول لكم وقت قد ايه في الشحن بتاع العلبه، بس في الاخر هي كوزي شكلها لطيف. كبيره نسبيا، مش قوي، كبيره نسبيا. والسماعات نفسها هو التصميم التقليدي اللي هو بقى كله يصممه او بيقلده بتاع ابل. هو نفس التصميم اللي عندنا من فوق، ان هو ده التحكم بيكون من فوق خالص من اللمسه، تلاقي فيها كده حته نازله صغيره دي باللمس. وبيكون كل سماعه فيها مايكين اهم، وبتقدر انت تشحنهم، ده الاثنين تحت دول عشان يثبتوا في الشحن. دخلها في ودنك كده، وده بيكون شكلها في الود. في بعض الحاجات السماعه دي بلوتوث 5، فدي حاجه كويسه، و5.3 كمان، فدي حاجه كويسه فعلا. بتقدر ان انت توصلها 10 متر بدون اي عوازل زي حوائط خرسانيه او حوائط زجاج او ايا كان. دي بلوتوث 5، سماعه مقاومه للميه بمعيار IP54، يعني مضاده للتعرض لرذاذ الميه، يعني ما تخش تحمى بيها ولا حد يطلع عليك ميه والكلام ده كله. بتيجي بضمان سنه، سواء تشتريها في الامارات، في السعوديه، في مصر، تيجي بضمان سنه. ومن الحاجات اللي انا قابلتها اول لما فتحت السماعه زي ما قلت لكم الشحن، بعدين لما حطيتها ما عملتش كونكشن على طول بالتليفون، فهمت؟ اضطريت ان انا اعمل لها ريست، والريست بتاعها بياخد وقت، بقعد ادوس على الاثنين كده مع بعض فتره لما اترجم ان انا بعمل ريست. وبعدين ابتديت تكونكت، انا عملت لها كونكشن بجهاز اي او اس. فدي كانت الحاجات اللي قابلتني اول لما انا استخدمت السماعه. انا لا بقول ان هي حلوه ولا هي وحشه ولا عيوب ومميزات، انا بقول لك على التجربه الحقيقيه اللي انا خدتها اول ما استخدمت السماعه. السماعه عضمها قوي شويه، يعني مش من السماعات اللي تحس ان هي خفيفه في ودنك، لو ما تحسش بيها في ودنك، لا عضمها قوي شويه، ممكن تحس بيها في ودنك، مش هتضايقك على طول فتره الاستماع، ولكن ممكن تلاقيك بعد 3 ساعات 4 ساعات انت حاططها في ودنك، فدي مش تبقى احسن حاجه. فدي كانت اول حاجه مشكله في الكونكشن. تاني حاجه هي مش بتعمل اتصال بجهازين، هو جهاز واحد تعمل اتصال بيه وخلاص تمام زي الفل، بقى اديك الصوت والحاجات دي بس، ما تطلبش مني زياده. فبما اننا اتكلمنا على الشحن والاتصال، فشحن السماعه دي خد معايا تقريبا ساعتين عشان اشحن السماعه. ومش بتاخد 35 ساعه استماع بالعلبه، تقريبا بيبقوا 27 ل 28 ساعه استماع وانت معاك العلبه، وانت مش مشغلها على فاسيك النويز كانسليشن. لما بتشغلها على النويز كانسليشن بتبقى حوالي من 23 ل 24 ساعه استماع. السماعه كمان ما فيهاش مستشعر للتقارب، يعني انا دلوقتي لو خرجت السماعه دي او شغل الاغاني او شغل اي حاجه وبعدين شلتها من ودني، الاغاني مش هتقف عادي، ما فيش الكلام ده عادي. لما بتحطها في ودنك بتدي صوت كده تين كده، فبتبقى لطيفه، تعرف ان هي كونكتد. يعني ده بيكون شكلها في الودن. انا دلوقتي شلتها من ودني شغال حاجه المفروض احطها كده واقفل المحتوى يسكت، لا بياخد وقت شويه بعد كده يسكت، يعني بيأخر شويه. فدي برضو من الحاجات اللي ما حبيتهاش في السماعه. المكالمات بقى، لما بيجي لك مكالمه والسماعه دي في ودنك بيقول لك ان في حد هيتصل بيك في ودنك، فدي كانت حاجه عجبتني، بقالي كتير ما شفتهاش في اي سماعه، تقريبا بقالي سنتين، بس عجبتني ان في بيقول لك ان في هيجي لك اتصال. دي كانت حاجه كويسه، تسنيش كويسه في لان انا اتبسطت بيها بصراحه. انا في اتصال جاي فعرفت ان حد هيتصل بيا، مش عارف ايه الحلو في كده، بس انا اتبسطت بيها يعني. طيب كده احنا اتكلمنا عن السماعه وتصميمها والكلام ده كله. طب الاستماع والمكالمات، بص اول حاجه الاستماع، الصوت فيها حلو قوي، مش وحش، انا بحبيت الصوت فيها. الصوت فيها لطيف وماشي معاك الدنيا، وفي الدوشه تمام، وعزل الضوضاء الصناعي زي الفل، مفيش اي حاجه. مشكلتي معاه زي ما قلت لك في مده الاستماع الطويل. الحاجه الثانيه ان انت لو بتلعب اي من الالعاب فهي فيها 120 ملي سكند تاخير، فبرضه ما تكونش مناسبه قوي للناس اللي بتلعب
جامد ومباريات والحاجات دي كلها. نيجي بقى المكالمات المايك فيها لطيف مش وحش، تقدر تتكلم بيه في مكتب مقفول، في عربيه، في الكلام ده كله، لكن مش اعتمادي. ساعات اللي بيتكلم معاك من الناحيه الثانيه يحس ان انت في حاجه في اي في الصوت، في حاجه مش مظبوطه، يعني ان كل سماعه فيها مايكين. بس كمكالمات قشطه، ممكن انت تمشي حالك بيها لو هي في ودنك وانت هتتكلم حاجه بسيطه وانت في المكتب، في البيت، في الاوضه، في الحاجات دي كلها تمام ماشيه معاك يا عم. كلام بقى في الشارع، في الحاجات دي هتخيش معاك في الاماكن الدوشه قوي. ممكن في شارع هادي او حاجه قشطه تمام تمشي، بس مش هتديك التجربه المطلوبه. اما في التسجيل بتاع الفويس بوكس، صوتها كويس، صوتها ما فيهوش اي مشاكل خالص، ما واجهتش معايا اي مشكله في التسجيل الفويس بوكس. اخر حاجه السماعه دي سعرها في مصر بحوالي 2500 ل 2000 جنيه، وفي الامارات بسعرها تقريبا بيتراوح ما بين ال 100 وال 130 درهم، وده لغايه وقت تصوير الحلقه دي. في النهايه رايي الشخصي بالنسبه للسماعه دي، هي تعتبر من افضل السماعات اللي هي في الفئه السعريه القليله، اللي هو بقينا بنقول 1500 و1200، الحاجات دي كلها قليله من السماعات الكويسه. بس يعني ممكن لو موبايلك اندرويد وبتتصل بالابلكيشن بتاعها تديك تجربه الى حد ما افضل كصوت، انما كمايكات والحاجات دي كلها تجربه افريج عاديه جدا. فالسماعه بصراحه انا لا ارشحها ولا ما ارشحهاش. سماعه لطيفه لو كانت قدامك وعايز تشتريها تمشي حالك قشطه، سماعه تمام ما فيهاش اي مشاكل. اما لو انت عايز سماعه وهتعتمد عليها فتره طويله وعايز دي تفضل معاك، يعني في بدائل ممكن تكون احسن من دي رجعناها كتير على القناه. لو تكون الحلقه عجبتكم، لو بتتفرج عليها دلوقتي شكرا جدا انك تتفرج على الحلقه لغايه دلوقتي، اشكرك، سلام عليكم.